عاملين يا رجال. في جالك شويه اسئله، انت عملت ستوري اسئله كده جالك. ايوه ايوه ايوه. نعم نعم. شهد بتقول لك بتيجي اسكندريه. الحقيقة اسكندرية جميلة بناسها وبقلبها وطيبتها وبحرها، لكن ما بروحش. لا ما بروحش. صحنا في دمياط برضه، فهي نفس الخط، ملاش لازمة بقى 4 ساعات واشتغالة ويقعد يقول لك مشروع وسكة ليه بطلت تراجع موبايلات زي عادتك يا عبد الله؟ يا عم ما بطلت ايه يا باشا؟ بطلت ايه؟ ايه اللي انا بطلت؟ قول لي كده بطلت ايه؟ بطلت تراجع موبايلات زي الحقيقة ان في حل بسيط جدا الموضوع ده، الا وهو ان السوق المصري ما فيهوش موبايلات. ولما بعمل فيديوز عن موبايلات تانية ناس تقعد تقول لك انت بتعمل فيديوهات عن موبايلات غالية بس، فخلاص يا باشا. في برضه حد بيقول لك انت ليه بتحب الريف اكتر من المدن؟ الريف اكتر من المدن؟ انا بحس ان اي حاجه الانسان تتدخل فيها بوظها. عمق قوي. عمق قوي. لا المدن صعبه والناس صعبه والحياه اسرع من طاقتي. انا ابسط واكسل من كده بكتير. بيقول لك ليه عملت فيديو اسئله؟ الحقيقه ان فيديوهات الاسئله من الفيديوهات اللي بتقربنا من بعض جدا. لا الحقيقه عشان انا عاوز اجيب فيوز. في حد برضه بيسال سؤال بيقول لك يا سيدي احسن ابلكيشن تنزيل اغاني على الايفون؟ يا عم ليه اصلا تنزل اغاني؟ لا بلاش نتجادج الراجل، عشان احنا اوبن مايندد كفايه ان احنا نريسبكت all the people all the country. طب ما نسكيت وخلاص. تنصحني بايه كواحد بادئ في المونتاج؟ اعمل اللي انت شايفه، فكك من ان هي ليها طريقه. لا انت ممكن تعمل طريقه. عايز اجيب ايفون ومش عارف. هات يا عم ايفون وماله. انا عامل طريقه، انا عامل فيديو بحث يا جماعه. عندنا طريقه اسمها امازون رينيود. الطريقه دي بتخليك تجيب الحاجه ونص سعرها تقريبا، او مش بنص سعرها يا سيدي، خليها بسعرها مش سعرها ضمان. متضايق عشان بس الناس على دماغي في الاول وفي الاخر، يعني كلهم على دماغي. وانت شفت يا عم شفتوش، انا مسامحك وبحبك. لو رجع بيك الزمن هتعمل نفس اللي عملته 5 سنين ورا؟ عملت ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ لسه ما عملتش حاجه. انا بعون الله لسه بقول يا هادي تبص بقى كمان 3-4 سنين وتكلمني. تكلمنيش دلوقتي، تكلمنيش خالص. اقفل قوم. اول فيديو يوتيوب عملته كان عن ايه؟ انت عارف. انا عارف. الت كنترول ايه. على فكره ممكن نوريهم الحاجات دي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، النهارده هنشرح ازاي تخلي الحاسوب المتنقل اللي هو اللابتوب يشتغل من غير بطارية، ولا من غير بطارية ومن غير توصيله بالكهرباء. تفك البطارية زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا الجهاز مش موصل له كهرباء ولا اي حاجة اهو. هتتك كنترول الت ايه، دوست تاكك شوية، حاجة بسيطة اهو زي ما انتوا شايفين. مفيش اي حاجة حصلت، ولا الجهاز اشتغل ولا اي حاجة، ولا هيشتغل، لان ما ينفعش يبقى من غير بطارية ومن غير كهرباء واشتغل، يعني حاجة بالعقل كده. ايه رايك في اللي بتعمله شركه ابل بانها تنزل تحديثات وتبطئ الموبايلات؟ مفيش حاجه يا جدعان اسمها كده، عشان بس نبقى متفقين. ابل هتكلم ولا هتتكلم؟ اقوم يا عم الحاج دلوقتي. انت راجل، انت شركه عندك موبايلات ايفون 6، راجل لسه شاري ايفون 6 اس من شهرين، حلو. فانت بتشتري اصلا موبايلاتها القديمه. ايه اللي هيخليها تبطئ موبايلاتها القديمه عشان تشتري الجديد؟ طب ما انت بتشتري القديم. خلي بالك انا عاوز انبه على الموضوع ده. الناس فعلا بتفكر ان الايفون ده حلم، ان هو انا ممكن استلف ممكن اقسط فعلا عشان اشتريه. انا معاك لو انت بتعمل كونتنت ودي حاجه هتساعدك وتعمل فلوس منه ماشي، انما انت كواحد انسان عايش حياتك الطبيعيه انت مش محتاج اكتر من الون بلس 1 اللي كان معايا. اقسم بالله لولا شغلي انا عندي بس تحدي كنت عاوز اقولها في نفس واحد. لولا شغلي ما كنتش غيرت موبايلي. اغيره ليه؟ مش مأدي يا باشا. ده عامل، انا بحب حاجتي قوي. موبايلك الاساسي ايه حاليا؟ ما فيش. حاليا انا بجرب في كذا حاجه كده وايه، وتحت لسه هنقرر بقى ونعمل فيديوز. بتودي الموبايلات القديمه فين؟ افضل نوع عربيه بتحبها ايه؟ الحاجات القديمه، الحاجات الحديد القديمه المصديه اللي لازم تقعد تكحت في حاجات عشان تشتغل. ودي العربيه اللي كانت في فيديو الساعه دي انا كنت واقف قدامها بقى سبحان الله سبحان الله اللي خلق الانسان عمل له عقل يعمل حاجه بهذا الجمال. مش ممكن. مدريدي ولا كتالوني؟ طيب انا مدريدي. يعني ما انتش كتالوني؟ لا. طب ما تشوف كده. كيفيه طباعه الدولار في المنزل؟ الحقيقه كلنا محتاجين هذا الموضوع، بس هي الفكره في الفلوس عمرها ما كانت مصدر السعاده. مصدر السعاده هو
الفلوس. انت لو بتاخد 1500 جنيه في الشهر مش هتقول الكلام. انا من القلق باخد اكتر من كده. بقول لك ايه، احنا كنا شغالين على فكره، احنا كنا شغالين في اللسانه، احنا كنا اشتغلنا في اللسانه، واشتغلنا في الالموتال، واشتغلنا في ايه في استرجيه كتير جدا. كنت باخد ايه 70 جنيه في الشهر باين. بجيب بص كان في 2 جنيه معايا دايما وانا صاحي الصبح، اجيب بجنيه ونص تمر هندي وبالنص جنيه قرص تعجب من المخبز، اشرب 2 ورا بعض. انت جايبها من تحت يعني. لا انت مش فكره بقى من تحت، ما تقعدش تعيط، اعمل، ما تقعدش تعيط، ما تقعدش تقوق. بص لنفسك في المرايه وقول انا اقدر. ازاي الموبايلات بتطلع نظيفه قوي في فيديوهات؟ والله ده سؤال، ده حلو، ده حلو، ده حد فيه سر بقى هنا محدش عارفه. انا احيانا عندنا البتاعه دي مثلا ماشي، انا حاططها جنبي دايما، انا باجي اصور حاجه مش عارف ايه بمسحه بيها، دي بتوسخ، دي ما بتنضف. بص لما تيجي تعملها كده تلاقيها مطلع، مع ان هي جديده لسه في ورقتها. شوف ما تفهمش. فما فيش اي حاجه نظيفه على هذا الكون. عندنا حاجه كده جايبها، الحاجه دي بتبقى متصنعه، حاجه واقفه على الناس، بتبقى متصنعه من قبل آلات لم يلمسها بشر. المهم يعني ان هي بتبقى لازقه نظيفه جدا جدا جدا، وبتمسح بقى بيها السنسورات من جوه الكاميرا مثلا او الموبايل. بس دي بقى تبقى حاجات يعني ايه، لكن في العادي بنمسحها يا باشا باي حاجه وبتقضى. في حد عايز يشوف فيديو عن المعدات اللي انت بتستخدمها في التصوير؟ معدات ايه يا باشا؟ احنا بعون الله بنستخدم معدات عاديه جدا. انا مصور 1080 حاليا وهرفع الفيديو ده 1080 لان بص الامور بسيطه، الامور ابسط من انا اقول لك على حاجه. تعال نحط وعد بقى. الكاميرا اللي متصور بيها ده اهي مش هغيرها، لان هي الموضوع مش مستاهل اصلا، عندي هوس بالموضوع. مش هغيرها لما اوصل 3 مليون سبسكرايب. طب ليه التحدي ده؟ ليه التحدي مهم خصوصا لو كان السكندري. طب بالنسبه بقى مستقبل الميتافيرس شايفه رايح فين؟ ميتافيرس رايح داهيه. اقسم بالله مدير الميتافيرس قاعد معايا. بص خلينا نتكلم بجد شويه. انا مبسوط. ليه طيب ما الدنيا حلوه. الميتافيرس انا شفت حاجه مؤخرا منها، اكتر حاجه ممكن توعد بان البتاع ده ليه مستقبل. هي نضاره تحطها قدام وشك زي ما احنا عارفين، بس بتعمل لك شاشات كانك حاطط شاشه قدامك، مش بكسلات بتشوفها، هي كانها شاشه. فده ممكن بقى يستغنى فعلا عن حاجات بتشتريها. يعني مثلا بدل ما تشتري اللابتوب بتاعك شاشتين، انت ممكن تشتري نظاره تبقى بتعمل كذا حاجه وبتعرض لك شاشتين، والموضوع فعلا اكريت جدا. ولسه احنا لسه في الاول. انا عندي اعتقاد كده ان مارك زوكربيرج ما بيعملش حاجه. انت قلت اسمه كأنك بتقابله بشكل شبه يومي. هو 0-10 صح؟ عندي اعتقاد ان مارك ما بيعملش حاجه كده، لا وهو مصر قوي وماشي ومكمل وسايب الناس تتكلم وفاهم. بس انا حاسس ان هو فعلا واخد طريق، يعني somehow ده هيبقى الفيوتشر يعني بعد كده ان شاء الله. so everything is gonna be okay man. شايف مجال التك واخد حقه في مصر ولا؟ انا شايف انه واخد حقه. ما بقولك تاني ما تقعدش تقوق، كمل اشتغل على نفسك، اعمل الحاجه اللي انت عاوزها واخلص، وبص لنفسك في المرايه. ما ماشي شويه من وقت للتاني. يعني يستحسن من وقت للتاني. هيكون معاك تيم امتى؟ الحقيقه احنا بندور على تيم، بس الفكره ان احنا محتاجين تيم. محتاجين تيم يبقى كوك. انت كنت في مدرسه الشيخ زايد النموذجي. بتهيألي كل اللي صرفته في التعليم في حياتي ما يجيش ترم واحد من الحاجات دي. طيب في حد بيسأل بيقول بتحب المكرونه؟ لا خالص. بص انا عندي مشاكل مع المكرونه بقى بجد. لازم نحل الموضوع ده. زي مشاكلك مع البحر. انت الوقت عندك حته عجين ماشي بتتشكل وياخد يقول لك دي باستا. الباستا تتباع ب7 مليار جنيه. مكرونه هاكل مكرونه هشبع. مفيش، ما ينفعش تقول لي كل مكرونه بس عليها وايت صوص، لا. وبص انا عندي مشكله بقى في حياتي برضو، زي ليه ممكن حد يعمل تصميم كرسي عامل كده لا منه كتف ولا منه عادي، فلما تيجي تحط دراعك لازم يقوم ساقط منك. طول ما انا قاعد دراعي بيسقط. طب ما تعمل كتف. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا الى هذه الليله. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.